أهلا بيكم يا شباب في قناة جمال رمضان. النهاردة تاني حلقة في كورس ال HTML للمبتدئين، ويلا بينا نبدأ مع بعض. طيب النهاردة احنا هنبدأ مع بعض ننزل الأدوات اللي محتاجينها عشان نكتب أول سطر كود لينا بأمر الله. طيب محتاجين إيه يا جمال؟ محتاجين ننزل برنامج Visual Studio Code. فأنا هروح هنا وهكتب Visual Studio Code بالشكل ده. تمام، هروح على البيج بتاعتهم وهروح على الداونلود من هنا، وايا كنت انت ويندوز لينكس ماك ابدأ نزل النسخة الخاصة بيك. فانا عشان ويندوز فانا هبدأ اعمل داونلود للويندوز. يبدأ ان هو يعمل داونلود بالشكل ده، ثواني معدودة ويخلص. نبدأ ان احنا نعمل الانستليشن مع بعض. طيب هو دلوقتي كمل تحميل. هنبدأ نضغط على الاوبن فايل. هلاقي عندي ان هو ظاهر عندي بالشكل ده، فانا هدوس هنا على اي اكسبت. هنا بيقول لي ان هو انت محتاج ان هو يبقى في السي ولا على حسب الفولدرز اللي عندي. يفضل ان انا استخدمه على سي. انا هضغط هنا. هنا بيقول لي على اسم البرنامج عندك هيبقى الشورت كات بتاعته سجلة بيه، فانا هدوس هنا نيكست زي ما هو بشوف ستوديو كود. كل اللي انا محتاج ان هو يبقى ليه على الديسكتوب، يبقى ليه ايكون على الديسكتوب. تمام، وهنا مثلا هو يبقى ليه اكشن على الويندوز اكسبلورر فايل كونتكست منيو. طيب وهاجي هنا ادوس على نيكست وهبدا اعمل انستول. هيبدا ان هو ينزل الباكجز بتاعت الابلكيشن. ننتظر لحد ما يخلص. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go. طيب دلوقتي هو خلص التحميل. انا هنا هدوس على فينيش، هلاقي ان هو فتح لي فيجوال ستوديو كود بالشكل ده. دي الفايلز اللي موجودة عندي. طيب انا هقفله من هنا، هبدأ ان انا افتح فيجوال ستوديو كود من الاول. فالمفروض ان هو هيبقى ظاهر عندي بالشكل ده، او لو انت عندك هيبقى ظاهر عندك صفحة الويلكم. طيب انا دلوقتي جوه الفيجوال ستوديو كود. طيب يا جمال، بعد ما حمل معانا فيجوال ستوديو كود هبدأ ان انا اعمل فايل كده خارجي هنا. هاجي اقول له مثلا الفايل ده مثلا وليكن اسمه HTML، مثلا learning HTML. تمام. طيب بعد ما عملت الفولدر ده هدخل هنا. طبعا هلاقي ان الفولدر فاضي عندي بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عايز ان انا اشوف الفولدر ده جوه فيجوال ستوديو كود عشان اقدر ان انا اكريت الفايل بتاع ال HTML. فانا هروح للفيجوال ستوديو كود، ومن خلال الفيجوال ستوديو كود عندي فايل هنا فوق. فانا هضغط على فايل دي وهروح على open folder. تمام. انا طبعا حطيت الفولدر عندي بره على الديسكتوب، فانا هروح على الديسكتوب عندي ال HTML learning. هقول بعد كده هختار learning HTML، وبعد كده هدوس على select folder. طيب بعد ما دوست على select folder لقيت ان هو فتح لي explorer بالشكل ده، وعندي هنا learning HTML. فانا هنا كده جوه الفولدر.
طيب كل اللي انا محتاجه ايه دلوقتي؟ انا محتاج ان انا اعمل فايل HTML. طيب خلينا كده نعمل فايل HTML. فهنلاقي هنا جنب learning HTML هنلاقي هنا في حاجة عندنا اسمها new file. فالفايل بتاعي وليكن مثلا انا هسميه index. انت ليك كامل الحرية، ممكن تسميه x، ممكن تسميه y، ممكن تسميه h، ايا كان، بس لازم الامتداد بتاع الفايل بتاعك يبقى في الاخر الدوت HTML. طيب دلوقتي انا بعد ما خلاص دوست على انتر دخلني على الفايل بتاعي اللي هو index.html. وتعالى كده نروح نتأكد من هنا، لأن بقى موجود عندنا فايل اسمه index.html. طيب دلوقتي أنا عشان أبدأ إن أنا أعمل السينتاكس أو الأكواد بتاعة ال HTML، هاجي أدوس على Shift ورقم 1 عشان يعمل لي علامة التعجب دي، فأنا هختار منهم السنجل. طيب إيه الحاجات دي يا جمال؟ طيب الحاجات اللي قدام مننا دي يا صديقي، هنا الدوك تايب اللي هو بتاع ال HTML ده بيعرف أو تعريف بمعنى أصح إن الفايل ده فايل HTML document. طيب إيه ال HTML ده؟ HTML ده يا صديقي هو عبارة عن الروت element أو البيرنت بتاعنا. الروت element ده بيبقى جوه منه حاجتين، جوه منه الهيد وجوه منه البادي. الهيد مش عاوزك توجع دماغك بيها دلوقتي، هنتعرف عليها بعدين. كل اللي احنا محتاجينه هو اننا نسأل بعضنا سؤال دلوقتي. طيب ايه هو السؤال؟ هو انا لو انا بفكر في حاجة، هل انت هتقدر ان انت تعرف انا بفكر في ايه؟ اكيد لا. لو جيت قلت لك مثلا انا لابس تيشيرت، هل انت مش هتقدر تشوف التيشيرت ده؟ مش تقدر تشوف اللون، مش هتقدر تقرا لو مكتوب عليه جملة معينة، هتقدر تقرا الجملة وهتقدر تشوف لون التيشيرت اكيد. فهنا عشان نبدأ نكتب الأكواد اللي هتظهر لنا على البراوزر، فأنا هنا كده من السؤالين دول أنا كده هبدأ إن أنا أكتب فين؟ يبقى أنا هكتب في البادي مش في الهيد. طيب يا عم جمال، الهيد ده إحنا بنستخدمه في إيه؟ الهيد ده يا صديقي هو عبارة عن مثلا عنوان البيج اللي انت واقف فيها، مثلا حاجات زي الميتا والحاجات دي احنا هنتعرف عليها بعدين. بنحط فيه اللينكات بتاعت الستايل، حاجات يعني مش عايزك تشغل دماغك بيها دلوقتي، هنتعرف عليها باستفاضة قدام. بس كل اللي أنا محتاجه منك دلوقتي تركيزك معايا، وإننا عرفنا إن الأكواد اللي هتظهر عندنا على البراوزر هي هيتم كتابتها فين؟ في البادي. برافو عليك. طيب محتاج بقى اكستنشن مهمة عشان أبدأ إن أنا أشوف الكود اللي موجود عندي ده. فأنا هروح هنا للأيكون بتاعت الاكستنشنز دي، وهروح هنا أكتب هنا فوق لايف سيرفر بالشكل ده. تمام، فهلاقي ان عندي هنا اللايف سيرفر دي، ده شكل الاكستنشن. تمام، هبدا انا اعمل لها انستول طبعا. فانت تقدر ان انت تعمل لها انستول، هتلاقي ان الايكون ظهر عندك بالشكل ده في الانستول دي. انا عشان منزلها فهو منزل لي، حاطط لي بمعنى اصح اللوجو اللي هو بتاع السيتنج. تمام، وفي عندك اللايف ريفيو لو انت حابب تفتح من خلال الفيجوال ستوديو كود. تمام، طيب دلوقتي انا مثلا جيت قلت لك ان احنا عايزين نعمل عنوان. هاجي اعمل هنا h1 وهاجي اكتب hello from كبير environment بالشكل ده. طيب لو انا دلوقتي دوست على رايت كليك عندي الشو بريفيو، ان هو اقدر اشوف من هنا من جوه البراوزر. تمام، لو انا عايز افتح external هروح هنا هقول له open with live server. فانا لو جيت ضغطت عليها هنا هلاقي ان هو وديني اوتوماتيك على البراوزر، وعندي اول سطر كود بالنسبه لي ال H1 اللي احنا عملناها دي. لحد كده الله ينور عليك. ده كل اللي احنا محتاجينه عشان نبدأ ان احنا نكتب الاكواد بتاعتنا.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إن أكون فدتكم. ما ننساش نعمل لايك وشير لو المحتوى عجبنا، نعمل شير لزمايلنا عشان خاطر يستفادوا. ما ننساش نعمل سبسكرايب عشان يوصل لنا الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.